عارفة انك بتحبيه بس بتخافي عشان بيشرب الزيت. النهاردة بقى هقولك ازاي بمكون سحري من مطبخك ما يشربش زيت معاكي وتعمليه بطريقة حلوة. سمي الله، صلي على الرسول، شجعي اختك بلايك وتعالي شوف طريقة التحضير. عندي هنا بتنجانية كوبي، ببدأ ان انا اغسلها واقشرها كده براحتكم. ممكن تقشروها بحالها وممكن تقشروها كده، يعني بعض الحتت منها بتكون شكلها افضل. ببدأ بقى بعد ما قشرتها كده من بره، ابدا ان انا اقطعها للقطعه اللي تناسبكم، حسب بقى عايزينها عريضه، عايزينها بالطول، عايزينها بالعرض، براحتكم بقى. انا بحب اعملها كده مربعات، يعني تكون قطعه كده على قد كل واحد، ياخد كده اللقمه بتاعته، بس مش اكتر من كده. هي بقى واحده كبيره، ببدا ان انا اقسمها بالشكل ده كده. طبعا تقدروا تضاعفوا الكميه. بعد بقى كده ما اقطعه احطه في طبق، واقطع بقى كل اللي معايا بالشكل ده. قطعته بقى كله كده مربعات صغيرة خالص، وبعدين هبدأ ان انا احطه في مصفى. انا بس بعيد برضو لو في حاجة القطعة تكون كبيرة يعني. هجيب بقى مصفى وابدأ ان انا احط فيها البتنجان اللي معايا ده كله، واحط عليهم معلقة كبيرة كده من الملح عشان ينزل المية، وبالتالي ما يشربش برضو زيت. دي اول حاجة هتخليه ما يشربش زيت معاكي. حطيت كده معلقة حلوة وابدأ ان انا اقلبه واسيبه شوية، اسيبه بقى نص ساعة ساعة براحتكم كده، ولا هيسود معاكي ولا هيشرب زيت. المكون بقى اللي مش هيخليه يشرب بقى معاكي زيت نهائي هو معلقة من النشا. اغلفه كده كويس بمعلقة من النشا او معلقتين، وابدأ احط طاسة على النار واحط فيها شوية من الزيت. دول شوية الزيت اهمت عشان هوريهم لكم برضو في الاخر. واسيب بقى الزيت ده يسخن كويس، وابدأ انزل بالبدنجان اللي معايا كله، بحمره بقى من هنا ومن هنا، وبعدين بصفيه كويس وبطلعه. لما ياخد لون ذهبي حلو كده ببدأ ان انا اطلعه بالشكل ده كده. كمان المكون ده هيخليه مقرمش معاكي مش طري، يعني هيخلي الواحدة ماسكة نفسها، مش اللي هو هيتهري بقى منك. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده كده، واخد لون حلو كده ما شاء الله. بتغمقهوش اكتر من كده عشان ما يمررش معاكم. بعمل بقى كل الكمية، وبزود كمان قرنين فلفل حامي كده، ممكن تستغنوا عنهم بس بيعملوا برضو بيعملوا طعم حلو. وعقبال بقى ما اخلص كل الكمية هجيب بقى واعمل له خلطة حلوة كده. جبت شوية حلوين من الفلفل الحامي، على بارد على كوبي احمر واخضر، اي فلفل بقى عندكم. يا سلام بقى لو عندك معلقة من الشطة، من هريسة الشطة المفرومة جاهزة دي، هيبقى معاكي كده عظمة. هعمل بقى كل الفلفل اللي معايا، واحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وزودت كمان معلقتين عفوا ليمونتين كده، عصرت ليمونتين كده حلوين برضو عليه بيدوله طعم حلو. بعد كده بقى احط حزمة من الكزبرة الخضراء، هقطعها طبعا. هضرب كل ده مع بعضه في الكبة. احط بقى كمون وكزبرة وملح، مش هكتر ملح عشان انا كنت حاطه ملح في البدايه ومش هطفطهوش، سبته عملته كده. دي كل الكميه اللي معايا. وده شكل الزيت، هقول لكم شرب زيت بس بزيت بسيط، يعني مش زي اللي هو مش هتكوني حاطه عليه نشا. هنا بقى حمرت كل البتنجان، بصوا مقرمش وحلو قوي. وبدات كده ان انا احط بقى عليه الخلطه اللي هي كنا عاملينها بقى في الكب. ده شكلها. طبعا حسيتها كتير قوي عليهم. لو عندك بقى معلقه من الخل حطيها، ما عندكيش مش مهم. انا الحقيقه ما كانش عندي فما ضفتهاش. وقلبي بقى العظمه دي كده وحطيها في طبق، وهاتي رغيف عيش بلدي بقى، بيبقى طعمه زي العسل. بصوا هو ينفع جنب اي يعني طبق جانبي جنب اي اكل بقى، لحمه فراخ سمك. لو عامله كده شويه خضار وحطيتيه جنب اي اكل بيمشي معاكي. بصوا شكله يفتح النفس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اختكم في لايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زهرة الماس، دمتم سالمين.